السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة وفرحة. النهاردة بقى فيديو جديد للناس اللي نفسها بجد تحوش، نفسها بجد تعمل بيوت، نفسها تجهز ولادها، نفسها يبقى معاها فلوس. هقولك على افضل طرق للتحويش، وان شاء الله باذن الله الحاجات السريعة اللي توصلك لفلوس كتير من مصروف البيت، وكل ده من غير مشاريع او اي حاجة خالص. يعني هو بس مصروف البيت اللي نحتكم عليه، وان شاء الله باذن الله منه هنقدر نعمل كل اللي نفسنا فيه. عندنا ان في ناس كتير جدا كتبت لي في التعليقات احنا نفسنا يكون عندنا شقة تمليك ونفسنا يكون معانا فلوس. طيب نعمل ايه؟ النهارده بقى الفيديو ده مليان افكار كلها خاصة بالتحويش، يعني مش التوفير خالص. احنا هنتكلم عن الاساسيات اللي بيها نقدر نوفر من مصروف البيت او نحوش من مصروف البيت فلوس كتير. عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو ده، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يلا بسرعة اشتركي واكتبي لي كومنت حلو، وما ننساش نصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي رسول الله. وايه بالله عليكي عايزه اللايك منك والاشتراك في القناه وصلاه على النبي كتير، ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا ناس كتير جدا في التعليقات كتبت لي احنا نفسنا يا محمد في شقه، احنا مصروفنا بسيط بس مش عارفين نعمل منه حاجه. طيب لو انا مثلا اقدر اوفر او احوش اقدر اعمل ايه عشان اجيب شقه او اجيب بيت او اجيب ذهب او اجيب اي حاجه انا نفسي فيها؟ النهارده هو ده موضوع الفيديو بتاعنا. طبعا موضوع الفيديو دسم، محتاج منك مشروب حلو كده، واقعدي واسمعيني وان شاء الله باذن الله هتستفادي جدا. اول حاجه عايزه اقولها لك كده عشان نبدا في التوفير بتاعنا او نبدا في التحويش بتاعنا، نبدا نحوش من مصروف البيت. طبعا انا كلامي للناس اللي ما عندهاش مشاريع. عندك مشاريع او عندك مشروع صغير كده من البيت، يا سلام، ربنا يا رب يوسع رزقك يا رب ويكتب لك منه الخير، وبصوا من واسع من حيث لا تحتسبي. طبعا هتعملي اللي هقولك عليه ده برضو وانت مغمضه، لكن ما عندكيش مشروع برضو هنعمله، بس طبعا بشويه افكار للتوفير كده عشان نقدر نوصل لحلمنا. وقبل اي حاجه عايزاكي دايما تحطي هدف لنفسك ان انت تقدري تعملي اي حاجه من مصروف البيت ده حتى لو كان بسيط. ما توقفيش حلمك، ما تخليش حد يحطمك ويقولك ايه يعني هي العشرة بتعمل وخمسة بتعمل والجنيه بيعمل. بيعملوا بس بالصبر بقى، واحده واحده كده. التوفير ده او التحويش ده عايز منك طولة بال، وطولة البال يا جماعه بتعمل حاجات كتير. يعني طولي بالك على قد ما تقدري هتوصلي لحلمك، وان شاء الله باذن الله اكتر منه كمان. طيب انا نفسي دلوقتي اعمل بيت، وطبعا ده الحاجة الوحيدة اللي كل ست فينا بتحلم بيها حقيقي، ان هي يكون عندها شقة تمليك او بيت، او مثلا تلم فيه ولادها، تجوز فيه ولادها وبناتها، او مثلا على الاقل يكون معاها فلوس تقدر تلم الدنيا بيها. يعني اللي عايزة تجهز بنتها، اللي عايزة تعلم، او اللي مش عاوزة تعمل ده كله، ولادها لسه صغيرين بس عايزة تبدأ تبني مستقبلها، تعمل مشروع، تعمل اي حاجة. فان شاء الله بإذن الله الافكار اللي هقولك عليها دي كلها هتفيدك جدا. اول حاجة، لو انتي عندك حلم وحلم كبير عاوز منك فلوس كتير ومبلغ كبير جدا، اول حاجه تبدايها ودي وانتي مغمضه كده، انك لازم تعملي جمعيات كبيره مش جمعيات صغيره. سيبك بقى من الجمعيات اللي بالعشرة والعشرين والكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، دي حاجه كده بنفك بيها ازمات وزنقات، لكن مش طبعا دي عمرها ما هتعمل لك بيت، ولا عمرها هتعمل لك مبلغ كبير، ولا عمرها هتامن مستقبل عيال. لا، هي مش تعمل كده، هي كبيرها تفك زنقه. طيب انا نفسي اعمل بيت بس انا لسه قدامي شويه وقت. اول حاجه كده لازم احط لنفسي هدف، واحط للهدف دي يعني ميعاد معين. يعني انا مثلا نفسي بعد سنتين ثلاثه ربنا يكرمني واخرج ويوسع عليا كده، واخرج من الشقه اللي انا فيها دي واروح على شقه تمليك. هدي لنفسي كده فتره معينه، الفتره المعينه دي انا هطحن نفسي فيها انا وكل اللي معايا في البيت. انا مش هاجي على نفسي لوحدي، لا كلنا لازم نيجي على نفسنا. ما هو في الاخر الحاجه الحلوه اللي انا هعملها دي هتعم علينا كلنا، فلازم كلنا نتشارك. اوعي تيجي على نفسك لوحدك او تفكري في ان انت لا انا اكلهم واشربهم بس انا اجي على نفسي زي ما ناس كتير بتعمل وتقول ايه ده، ندي حته الفرخه بتاعتي لجوزي عشان هو اللي بيسند قلبه. بصي، فكري في نفسك زيك زيهم، احنا كلنا واحد، زيك زي جوزك زي ولادك، كلكم اعتبروكوا كده فرد واحد. ما ينفعش تيجي على نفسك وشخص تاني لا. طبعا اللي ممكن نخفف عنهم هم الولاد، يعني مش لازم نيجي عنهم بنسبة 100%، لا ممكن نيجي عليهم بنسبة 50% مش 100%. طب 50% ده كتير يا ام محمد؟ لا هو مش كتير. العيل لازم يطلع ناشف، ولازم يبقى عارف مسؤولية من وهو صغير عشان يقدر هو كمان يبني أسرة ويعمل اللي نفسه فيه ويعمل لنفسه حاجة كبيرة. مش لازم يبقى اعتماده الكلي عليك وعلى أبوه، لا لازم يطلع عارف يعني ايه مسؤولية. خلاص؟ فزي ما قلتلك كده الهدف الأساسي اللي يوصلك لحلم عاوز فلوس كتير هو الجمعيات الكبيرة. اعملي جمعية في جمعية في جمعية لحد لما تكوني مبلغ معين انت عايزاه، وان شاء الله بإذن الله بيه تقدري تعملي اللي نفسك فيه.
دي كده اول حاجه، وهي اهم خطوه في افضل طرق التحويش لمبالغ كبيره. طيب الحاجة التانية، انك دايما تطولي بالك زي ما قلت لك في اول الفيديو كده، طولي بالك على قد ما تقدري، لان انت في الفترة اللي انت هتكوني محددها دي انت هتتعرضي لصعوبات كتير جدا جدا. تمام، فلازم اطول بالي على اولادي، اطول بالي على جوزي، عشان ما يبقاش عندي مشاكل وانا الدنيا محطوطه فوق دماغي، وفي نفس الوقت لا ده انا بحوش وبوفر وفي نفس الوقت انا عندي مشاكل في البيت. لا، انا على قد ما اقدر كده اطول بالي، ودايما اتصدق، دايما استغفر، دايما احاول كده اهدي امور بيتي واهدي على قد ما اقدر. يعني بصوا، لازم نعديها على قد ما نقدر عشان ربنا يكرمنا. خلاص، وطبعا دي حاجه مهمه جدا عشان توصلك، اوعي تفتكريها كده مش خطوه اساسيه. طولة البال دي اهم خطوه في خطوات طرق التحويش كلها، لانك لو ما عندكيش طولة بال مش هتقدري توصلي للي انت نفسك فيه، او حتى او تستمري في الرحله دي مثلا شهر. لو انت ما عندكيش طولة بال مش هتقدري، فلازم يكون عندك طولة بال على قد ما تقدري. خلاص، الحاجه اللي بعد كده، ودي برضو افضل طريقه للتحويش، وهو ان انت دايما تبصي للاولويات. طبعا في بدايه رحله التوفير دي او رحله التحويش دي، او مش في البدايه، يعني حياتنا الطبيعيه هنحتاج لحاجات كتير في وسط زحمه ان انا عليا جمعيه وعليا فلوس لازم تدفع، ولازم على قد ما اقدر همر طبعا بحاجات مش عارفه ايه بوز، ايه كسر، ايه عايز يتصلح، ايه عايز ابص بقى للاولويات ساعتها، اشوف ايه اللي فعلا لازم ضروري ان انا اعمله ايا كان. طبعا ده في تصليح البيت، في الاكل، في الشرب، في الخروج، في الهدوم، حتى لبسك. لو انت نفسك تعملي حاجه لاولادك، حتى اللبس، يعني حتى اللبس على قد ما نقدر كده كلنا، انا وجوزي وعيالي، لازم برضو ايه، يعني مش لازم لو انا نفسي اعمل فلوس مش لازم ان انا اشتري شتاء وصيف، لا انا ممكن السنه دي ما اشتريش خالص، اشتري السنه الجايه. مشوا الدنيا يا جماعه عشان ربنا يكرمكم، عشان توصلوا لحلمكم. انا عارفه ان في ناس كتير هتسمع الفيديو ده وتقول لك هو احنا عارفين نعيش اصلا عشان تتكلموا على تحويش وبيوت؟ ما هو انت لو ما زنقتيش نفسك الزنقه اللي انا بتكلم فيها دي، انت عمرك ما هتعملي حاجه. ورطي نفسك وحطي تحت الكلمه دي مليون خط عشان تقدري توصلي للي نفسك فيه. انا عن نفسي من النوع، ودي والله العظيم بجد معلومه، بصوا اول مره اتكلم فيها، دي معلومه شخصيه جدا عني. انا من النوع اللي لو ما ورطتش نفسي في الحاجه مش هعملها. يعني بصوا، نفسي مثلا اغير مثلا ستيكر الرخامه. بصوا ابسط حاجه، ستيكر الرخامه ده، ستيكر الرخامه مش غالي ومش رخيص برضو، هو على القد ماشي، بس ممكن عشان انا باخد مصروف قليل ممكن يكون غالي عليا. انا بقول لكم مثلا يعني، فلو انا نزلت السوق ولقيته قدامي وما اشتريتوش، انا مش عارفه اشتريه. فلازم لو انا محتاجاه قوي وعارفه ان انا ده بالنسبه لي حاجه مصيريه، هورط نفسي فيها عشان انا عارفه ان انا محتاجاه. فلازم تورطي نفسك كده في الحاجه اللي انت عارفه ان دي خير ليكي، لكن طبعا مش اي حاجه، مش عمال على بطال، انا بكلمك في للضروره القصوى. خلاص. طيب الحاجه اللي بعد كده، يا سلام بقى لو انت من الستات الطموحه الحلوه العسوله كده اللي بتحب تعمل مشاريع في البيت، وعرفتي تعملي لك مشروع كده بسيط، ان شاء الله حتى يدخلك، لو بصي هيدخلك مكسب صافي 50 جنيه 70 جنيه في اليوم، انت اولى بيه. مش هقول لك 100، انا بقول لك 50 او 70 جنيه مكسب صافي ليكي، بعد طبعا كل الخوارج. اخر اليوم كده لقيتي معاكي بتاعك انت تملكيه 50 او 70 جنيه، ده يبقى حاجه فضل ونعمه من عند ربنا والله العظيم. مشروع بسيط كده من البيت، ما يكونش برأس مال، يعني حاجه تكون ما بتكلفكيش، وعلى قد ما نقدر كده. طبعا في مشاريع كتير جدا جدا جدا، لو انتوا حابين ان انا اعمل لكم فيديو مخصوص للمشاريع اللي هي بدون رأس مال من البيت، اكتبوا لي في الكومنتات، وانا عندي بصوا ما شاء الله مئات المشاريع والله، وكلها بجد بجد بجد، يعني مكاسبها حلوه وكل حاجه الحمد لله. لكن طبعا مفيش حاجه ما فيهاش تعب، كل حاجه وليها تعبها يا جماعه، عشان ما اكون صادقه معاكم. مش هقول لك ان انا هديكي مشروع 100% وهيديكي دخل كويس، لكن متعب. مفيش حاجه في الدنيا مش متعبه طالما هتدينا جنيه. فلو انتوا حابين اكتبوا لي في التعليقات. تمام. طيب نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده. بصي، اعملي علبه اسمها علبه الطوارئ. علبه الطوارئ دي بصوا من اهم الحاجات اللي انا والله العظيم لازم اتعلمتها مؤخرا، مش هكذب عليكم واقول لكم ان انا من الاول، لا انا اتعلمتها مؤخرا. علبه الطوارئ دي بتكون عباره عن ايه؟ علبه الطوارئ دي بتكون عباره عن مبلغ كده معين انا بحطه، زي مثلا فاكرين فكره البرطمان؟ والله لو اوريه لكم، استنوا اهو. شايفين البرطمان ده فيه 11 جنيه. ده كده بالنسبه لي اول جنيه انا حطيته، وحطيت جنيه في جنيه في جنيه في جنيه، وخدت من جوزي مره 2 جنيه مش عارفه ولا 3 جنيه، المهم ان انا ايه كملت 11 جنيه.
فالنهارده لقيت مع جوزي 10 جنيه، قلت له خد الفضه دي، عشان هو كان بيسالني على جنيهات فضه. قلت له ايه، عايز فضه؟ طيب خلاص صحح لي 10 وخد الجنيهات. قال لي لا خلاص هات 2 جنيه. قلت له لا، هتديني ال 10 جنيه صحيحه هديها لك 10 فضه. فالمهم ان هو صحح لي ال10، فخدتها حطيتها ايه في البرطمان ده. وده البرطمان بتاع الفضه، فاكرينه اللي كنت عملته لكم في فيديو بتاع ازاي تحوشي 3000 جنيه. واهو اول 10 جنيه صححتها الحمد لله. انا ممكن اخدها احطها في البرطمان التاني عادي جدا، مفيش اي مشكله. فده برطمان الطوارئ بالنسبه لي. اي فلوس فضه معايا، اي فلوس صحيحه، اي فلوس اي حاجه بقى، انا بحطها في البرطمان ده، بينفعني. هتنفعني في رحله التحويش بتاعتي، او هتنفعني اخر الشهر او في نص الشهر لو انا محتاجه فلوس، او حصل لي لا قدر الله ظرف على مدار الشهر عموما، هينفع مش هيقول لا. بصوا يعني ال10 جنيه دول بالنسبه لي مبلغ انا الحمد لله مبسوطه بيه. هو ممكن بالنسبه لك انت ما يملاش عينك وتقولي ده ما تكفيش عيل صغير، لكن بالنسبه لي انا حوشتهم. انتوا عارفين يعني ايه انا حوشتهم يا جماعه؟ يعني انا مبسوطه بيهم جدا. انا اي جنيه بحوشه ببقى مبسوطه بيه جدا، وبحاول ان انا على قد ما اقدر اخلي بالي منه. وده لازم انت كمان تعمليه. وفري كده كل جنيه، كل جنيه الجنيه ها. والله العظيم اسمعوا مني يا جماعه، ياما ناس عملت بيوت بسبب الجنيهات اللي انتوا بتستهتروا بيها وبتستهونوا بيها دي. لان انت دلوقتي بتبصي لانه جنيه، طيب بصي قدام لبعد سنه هيبقى معاكي كام؟ لو انا كل يوم بحط جنيه لمده سنه كامله يبقى معايا 365 جنيه. هل دي مش فلوس؟ لا دي فلوس. وطبعا بعد سنه واتنين وتلاته لا هتلاقي معاكي مبلغ. طبعا انا ما بكلمكيش على الجنيه وبس، ده انت يعني يا سلام بقى لو 5 كل يوم، 10 كل يوم، 5 منك على 5 من جوزك على 5 من الولاد، لا هتلاقي نفسك في خلال سنه معاكي فلوس كتير 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 كتير، وانت مش عامله حسابهم، مش حاطاهم في الحسبان. انت يا دوب كده بتلقطي الفضه المرميه هنا وهنا، لقيتيهم عاملين لك مبلغ بعد فتره. تقدري بدول تبداي بيهم مشروع انت نفسك فيه، يجيب لك بقى فلوس بجد. خلاص، فانت على قد ما تقدري اعملي علبه الطوارئ دي، وبجد بجد هتستفادوا جدا منها. طبعا انا طولت معاكم قوي في بعض التفاصيل، لكن التفاصيل دي كلها مهمه ومحفزه. اوعوا تستهونوا بالكلام اللي انا بقوله، كل دي نقط كده بتحفزك والله العظيم، وبتخليكي، انا بدعمك على فكره. بعرفك يعني ايه تحويش، بعرفك، بحطك على اول الطريق، وانت عليك الباقي بقى، انت وشطارتك. خلاص. طيب نيجي بعد كده. مثلا انا دلوقتي هنتكلم في حته التوفير شويه، وهم هيكونوا بندين مش هطول عليكم. بصوا يا جماعه، دخول العيال في الفتره دي، طبعا انتوا عارفين ان الولاد لو دخلوا المطابخ، لان ناس كتير جدا تقول لك ايه، العيال يدخلوا يجربوا، هم يفتكسوا. العيل زهقان يخش يجرب، يخش يعمل لي بيتزايه، يخش يعمل لي كريبايه، يخش يعمل لي اي اختراع، ان شاء الله حتى يعمل اندومي، اي حاجه. دخول العيل ده المطبخ ده لوحده بلوه، ده كارثه يا جماعه. العيل ما بيبقاش عارف مقادير كل حاجه زيك، فطبعا بيهدر في كل حاجه. ده لوحده بند مشكله، ده بند مشكله. المهم على قد ما نقدر ما ندخلش الولاد المطبخ، لان العيل ما بيبقاش عارف المقادير زيك بالظبط، وبيهدر في كل حاجه. والحاجه اللي ممكن تستخدميها على مدار يومين هو ممكن يخلصها لك في يوم، وطبعا هيخليكي تصرفي وتجيبي بدل الحاجه اللي خلصت دي، او اللي قربت تخلص، او اللي هتخسر معاكي في يوم او يومين في الشهر. فبلاش من دخول الولاد المطبخ. طيب الحاجه اللي بعد كده، ودي بقى انا عايزاكم لازم تعملوها، ايا كان بتاخدي مصروفك باليوم بالاسبوع بالشهر، عايزاكي دايما تعملي يومين في كل اسبوع. مش هقولك يوم، اللي عاوز يوفر ويعمل بيوت مش هينفع معاه يوم، لا لازم يومين في الاسبوع. يعني يعني كام؟ لا 4 ايام في في ال15 يوم، يعني 8 ايام في الشهر. لو انت مثلا بتاخدي مصروفك في اليوم 200 جنيه وجيتي مثلا كل اسبوع وفرتي 400 جنيه في اليومين اللي انت مش هتشتري فيهم حاجه، يوم اللا شراء ده مش هنشتري فيه اي حاجه خالص 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 خالص، انت وفرتي 400 جنيه في اسبوع، يعني 800 جنيه في اسبوعين، يعني 1600 جنيه في الشهر. 1600 جنيه لو انا باخد 200 جنيه واحنا اسره كبيره. طب هنمشي نفسنا اليوم ده ازاي؟ انت بقى ايه، يوم في اول الاسبوع يوم في اخره، ومشي الدنيا. مش لازم اليومين طبعا يكونوا ورا بعض، مش هينفع، يعني خلي يوم في اول الاسبوع ويوم في اخره. تمام. انا مصروفي بالاسبوع مثلا نفس الكلام برضو، لازم في يومين كده. يعني لو انا بصرف في خلال الاسبوع 500 جنيه، انا هصرف 300 بس، وال200 هشيلهم برضو. هي كده. في الشهر بصرف 3000 جنيه، هشيل منهم 1000 جنيه، هشيل 1000 جنيه من ال 3000 جنيه، واعمل حسابي ان ال8 ايام على مدار الشهر دول انا مش هصرف فيهم اي حاجه، وهقضيهم بقى ايه، اي حاجه من البيت، ان شاء الله شويه ملح وشويه عيش ولقمه بجبنه، لقمه بشويه فول، شويه بطاطس محمره او مهروسه، بيضتين، اي حاجه موجوده عندك في الثلاجه مشي الدنيا. هو اللي عايز يعمل بيوت يا جماعه، واللي عاوز يجهز ويعلم ويكسر قرش حقيقي بيجي على نفسه قوي ويوفر، لدرجه انه ممكن
تحسبوها لدرجة الحرمان، وهي فعلا ممكن توصل لدرجة الحرمان. بس انا بحرم نفسي فترة، لكن انا عارفة ان انا بعد الفترة دي الحمد لله مش محتاجة حاجة تاني. انا عملت كل اللي نفسي فيه، وارفه بقى على اولادي وعلى حياتي وعلى بيتي وعلى جوزي براحتي. تمام، ابقى بس وصلت للحلم اللي انا نفسي فيه. يا رب تكون فكرتي وضحت، وتكون شوية الافكار دي يعني خدتوا منها كده حافز، ولو حتى اي خطوة منهم كده ان شاء الله تبدأوا بيها، وبإذن الله توصلوا لنفسكم فيه. بتمنى من كل قلبي تكونوا حطيتوا لايك للفيديو ده، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه بسرعه اشتركي في القناه وشجعيني بكومنت حلو. ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، وما تنسوش الموضوع بتاع البرطمان بتاع الطوارئ ده مهم جدا. اشوفكم بقى الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.